صباح الخير، صباح النور، صباح السعادة، صباح الابتسامة. التغيير شيء مهم جدا في حياة الإنسان. شعورك بالراحة، شعورك بالأمان، شعورك بالتغيير المكان شيء مهم جدا. لازم إنسان يغير مكان لمكان عشان يستجم. فنقلتكم دلوقتي لعالم تاني من الاستجمام والهدوء والراحة والخيال زي ما احنا شايفين كده. بنقول لكم صباح الخير من قرية ايجلز داون تاون بالغردقة، القرية الذهبية. معاكم بقى ايه ان شاء الله كده رحلة حلوة واستجمام ورحلة جميلة. انا نقلت الفيديو ده بس كده عشان احسسك ان التغيير مهم جدا. يعني التغيير مهم في البني ادم، انه يغير مكان، ينتقل من مكان لاخر، ما يبقاش في نمط واحد. التغيير عالم مهم جدا في حياة الانسان. ليه بقى؟ لانه بيجدد لك نشاطك، بيخليك تفكر كويس، بيخليك تقرر كويس. اي حاجة في حياتك بتقررها بالشكل اللي انت عايزه. طبعا تحت اي ضغوط، عمل، مصاعب حياة، كل ده بيتغير. يعني ما تقدرش تاخد قرار وانت تحت ضغط. يعني مش كل الناس بتاخد قرارات تحت ضغط. في ناس بتبقى عندها الملكة دي، بيبقى عنده استعداد، دي بتبقى مهارات شخصية. انما لما يكون عندك مثلا تفكير، عايز تفكر في حاجة، عايز تنقل نفسك لمشكلة معينة، عايز تغيرها، عايز تاخد قرار مهم في حياتك، فده امر ما بيتاخدش كده. ده امر لازم يعني تفكيرك يكون ايه، مختلف شوية. حالتك النفسية تكون مختلفة شوية. معلكش اي ضغوط معينة تقعد تفكر فيها، لا، لازم تتخلص من ده كله بانك تنتقل في مكان. يعني في قرارات مثلا حتى في رجال الاعمال ما حدش بيقدر ياخدها الا لما يغير مكانه، يغير المكان بتاعه، يروح في مكان تاني يستجم. ليه؟ عشان يعرف ياخد قرار. لان القرار ده بيتوقف على مصائر شركة، مصائر عمالة، حاجات كده، قرارات مهمة في الانسان ما بياخدهاش الرجل الاعمال او البيزنس مان او كده الا لما يكون مش تحت اي ضغط. لما يكون عنده مشاريع، عنده حاجة بيأجلها، بينتقل مكان تاني، بيغير المود بتاعه. يعني انا دلوقتي نقلتكم وانا هنقلكم خالص لوضع تاني. يعني اللي احنا شايفينه ده يا جماعة حالة من الهدوء والاستقرار والراحة. بتحس ان انت يعني تغيير المكان مهم جدا. حتى في بيتك حاول تنقل مكان، يعني مثلا تغير مكان الفوتيه من هنا لهنا، تغير اللون بتاع الشقة. ده مهم، يعني تحس بنوع من انواع التغيير، لكن تكون نمطي ده بيأثر على حالتك النفسية. بصوا يا جماعة، في هدوء، فأنا جيت هنا بقول لكم صباح الخير، صباح النور، صباح السعادة. ربنا يسعد الجميع يا رب العالمين. أنا ناقلكم لحالة تانية خالص، وإن شاء الله في فيديوهات لنا جاية على القناة إن شاء الله. بس ما تنساش الاشتراك بالقناة. ونقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسستك بنوع كده من الاسترخاء والهدوء. ونتقابلوا في فيديوهات تانية على قناة عبودي أحمد فلوكس. وما تنسى الاشتراك بالقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.